السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أساسيات التسويق. في حلقة اليوم راح نتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تسويقي لبراندك، سواء كان براندك الخاص أو براندك للبزنس الخاص فيك. طبعا راح ألخصها لكم في 4 نقاط إن شاء الله تكونها بسيطة سلسة وتوصل لكم المعلومة بكل بساطة. الذكاء الاصطناعي كثير من الناس يعتقد إنه شيء صعب، أو يعتقد إنه فيه تولز كثيرة لازم تستخدمها، شات جي بي تي، كلاود، ميد جيرني، والي، في مليون ألف أداة. وهذا يشعني لك إن قطاع قاعد ينمو بشكل جدا جدا كبير. لذلك أنت لازم تركز إيش الأداة اللي أنت تستمتع فيها، إيش الأداة اللي تساعد في صناعة نوعية المحتوى اللي أنت تحتاجه. إذا كنت بتستخدم أداة لصناعة المحتوى الصوري فأكيد أنت لازم تروح إلى ميد جيرني. ميد جيرني تقريبا هي من أفضل وأقوى الأدوات ومن أقدم الأدوات الموجودة، وبنفس الوقت قادرة على أنك تقدر توصف الصور اللي أنت تبغى تنشأها حرفيا. والشيء الجميل انها في فيتشر انت ممكن تجيب صوره تعطيه الذكاء الاصطناعي وتقول له اوصف لي هذه الصوره، يعطيك الوصف، تاخذ هذا الوصف وتعدله بالطريقه اللي انت تبغاه وتطلب منه يصنع لك صور جديده. فالذكاء الاصطناعي قادر على اشياء كثيره: 1 انه يكتب لك محتوى، 2 انه يصنع لك صور، 3 انه يجدول لك المحتوى، و4 انه يتفاعل مع الناس. فما بقى انك تروح تنام خلاص. حقيقه لا، الذكاء الاصطناعي المفروض انه يساعدك في تحقيق الاهداف اللي انت ترسمها. لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بانه يبدلك ابدا، انت تستخدمه عشان يطور من الشيء اللي انت قاعد تصنع المحتوى الاولي، بعدين تسال الذكاء الاصطناعي هل ممكن يطور هذا المحتوى؟ اكيد بيقول لك ايه، وهذه الطرق اللي ممكن تتطور فيها. فمهم جدا انك تتذكر الذكاء الاصطناعي هي اداه تحسين وليست اداه صناعه. من ناحيه المحتوى انت تصنع الافكار، ترتب الافكار، وتشوف كيف الافكار تتسلسل مع بعضها، بعدين تروح للذكاء الصناعي وتقول له طورها لي، كيف اقدر اوصلها للعميل بطريقه جميله. وهذا الشيء الرهيب في الذكاء الاصطناعي، انت تقدر تستخدمه لتحليل البيانات الموجوده عندك. مثلا في كتاب رائع عن التسويق، تجيب هذا الكتاب وتقول له اوكي يا ذكاء اصطناعي، هذا الكتاب يعتبر من افضل الكتب في مجال اللي أنا قاعد أبيع فيه. مثلا أريدك أو أبغى منك أنك تستخدم كل المحتوى موجود في هذا الكتاب وتطلع لي منه أفضل 10 أفكار أنا ممكن أستخدمها للتسويق. طلع لك هذه 10 أفكار، تأخذ 10 أفكار وتأخذها مرة ثانية وأنت تشوف كيف تقدر تكتبها أو تعدلها بحيث أنها تصنع منها محتوى خاص للبراند الخاص فيك. مو بس تأخذ الأفكار زي ما هي وتوديها، لا، تقول له أوكي أنا عندي الأفكار ال10 هذه، كيف أقدر أوثق وأزيد من قيمة هذه الأفكار بأنها تكون لها علاقة في البزنس اللي أنا قاعد أشتغل عليه. فهذا شيء جدا جميل انت ممكن تسويه في الذكاء الاصطناعي، تعطيه المعلومات يحدثها لك ويرجعها. والان مع شات جي بي تي 4 ممكن تقول له تذكر، بمعنى انك ما تطلب منه بس المحتوى، لا تفتح معاه المحادثه وتقول له اسمع انت كاتب محتوى خرافي في المجال الفلاني، والمراجع انت تستخدمها هي 1 2 3 4، فانت تدربه وتقول له انت اصلا وظيفتك انك تشتغل على 1 2 3 4 وتحفظه وتحطه على جنب. تجيب ذكاء اصطناعي ثاني، نتكلم عن شات جي بي تي مثلا وتدربه على انه مثلا يكون قادر على يطلع لك افضل الهاشتاجات اللي انت ممكن تستخدمها. تجيب واحد ثالث وتدربه انه يكتب لك احسن كابشنز للمحتوى اللي انت تصنعه. ومهم جدا انك ما تاخذ الموضوع على قولتهم يلا بس صنع لي كل شيء وواحد طلع منك كل حاجه، لا، انت تاخذ كل شات جي بي تي انت ممكن تشتغل عليه وتدربه يكون عنده وظيفه واحده. لو اوريكم كميه الشات جي بي تيز اللي انا دربتهم تضحكون. في واحد يبحث عن ادوات، في واحد يكتب، في واحد يعدل بعد اللي كتب، في واحد ثاني ينسق المحتوى كله مع بعض، والاخير يقول لي اوكي هذه فعلا تطابق الصوت والنبرة والقيم حقة البراند حقك، المحتوى هذا جاهز بأنه يتم نشره. فمهم جدا انك تستفيد من الذكاء الاصطناعي، مو بس انه يجيب لك افكار، لان غالبا لو بس استخدمته في هذا الشيء راح يعطيك افكار عامة وراح يكون ما لها طعم، حتكون فعلا كأنها افكار روبوتات. ولكن اذا انك شيكت عليها وتأكدت انها فعلا داخلة في جو العمل اللي انت تشتغل عليه، في جو البراند اللي انت تمثلها او تبغى توصلها للعملاء، انت برضو تقدر بهذه الطريقة تخلي المعلومات فعلا توصل لعميلك المستهدف. وهذا شيء ثاني انت ممكن تستخدمه من خلال الذكاء الاصطناعي، بانه فعلا يحلل الجمهور اللي يزور الموقع حقك، يحلل البيانات اللي موجوده في المواقع، البيانات الموجوده على المحتوى حقك. مثلا خلينا نقول في السوشيال ميديا، تشوف نوعيه الكومنتس الموجوده، تشوف نوعيه المحتوى اللي الناس يتفاعلون معه اكثر، تدخل تشوف والله اكثر محتوى عليه مشاهدات، تاخذ هذا المحتوى وتحطه في الذكاء الاصطناعي وتقول له اوكي ايش نوعيه المحتوى اللي الناس يحبونه في الحساب حقي، وممكن هو يحللها ويحولها لك الى نص، ومن خلال هذا النص انت ممكن تطلع بافكار جديده تحطها كمحتوى في السوشيال ميديا. فالذكاء الاصطناعي الهدف منه مرة ثانية تعزيز المحتوى اللي ممكن تصنعه، وبرضه تطوير الطريقة اللي انت ممكن توصل فيها هذا المحتوى. والشيء الثاني، انت ممكن تصنع محتوى الهدف منه انستغرام، تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي بانه يحول لك الى
اكس، يحولك الى يوتيوب، يحولك المنصات الثانيه كلها حرفيا بضغطه زر. وهذا نفس الشيء انت ممكن تطور الذكاء الصناعي الخاص فيك، كذا تشات بوت خاص فيك انت، دربه انه يصير بس يحول المحتوى اللي تصنعه لمنصه معينه لكل المنصات الثانيه. الشيء الجميل اللي انا باذن الله راح احطه لكم في الكابشن حق هذه الحلقه، راح اسوي شات جي بي تي ونحطه ان شاء الله في موقع 4 متخصص في اعاده كتابه المحتوى اللي انت تكتبه، كيف يقدر ينسقه مثلا لانستغرام، كيف يقدر ينسقه الى تيك توك، وبنفس الوقت لكل المنصات الثانيه. الادوات الان حق الذكاء الاصطناعي كثيره مره، والابداع مو انك تستخدم الاداه، لا، الابداع انك فعلا تتواصل مع الاداه كانها موظف موجود عندك قادر على انه يفهم ويناقش معك. تقول له حتى اذا انت ما انت متاكد من المعلومه 100% لا تقولها، تقدر تدخل في تفاصيل مره كثيره كيف تقدر تتكلم معاه. وفي كورسات مره كثيره برضو عن طريقه التعامل مع الشات بوت. هذه نقطه رقم 1. نقطه رقم 2، الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور يوم ورا يوم، وهذا ايش معناته؟ معناته انك لازم اوكي انت تركز على اداه واحده بس برضو تفكر كيف الادوات الجديده ممكن انها تساعد. فمثلا انا استخدم شات جي بي تي بانها تكتب لي الوصف حق الصور اللي انا اعطيها لميد جورني، فصار حتى وصف الصور اللي انا ابغاها من ميد جورني انها تطلع افضل واحسن واسرع، لانه ذكاء اصطناعي ثاني قاعد يتخاطب معاه ويحاول انه يبسط له المعلومات حقت الصوره اللي انا ابغى اسويها. فكيف تقدر تدخل الادوات هذه مع بعض وتستخدمها بحيث انها تسرع وتحسن وتطور من طريقه صناعتك للمحتوى للبراند اللي انت قاعد تشتغل عليها. اخيرا وليس اخر، الذكاء الاصطناعي زي ما قلت الان قادر على انه يدخل ويبحث الانترنت، فانت ممكن انك تستخدمه انك تبحث عن الافكار الجديده، تبحث عن طرق جديده، تبحث عن افضل المحتوى الموجود على الانترنت اللي فعلا تفاعلوا معاه الناس وتجيبه، ومن خلاله تطلع بافكار جديده للمحتوى اللي ممكن انك تصنعه. فلا تستخدمه فقط لصناعه المحتوى، برضو استخدمه للبحث، استخدمه لانك تلقى فعلا اشياء مميزه حتى في لغات ثانيه، مو شرط في اللغه الانجليزيه ولا اللغه العربيه ولا اللغه اليابانيه ايا كان. وهذا جمال شات جي بي تي مثلا ولا اي منصات اللي ممكن تستخدم فيها الذكاء الصناعي، انك مو شرط انك تستخدم اللغه اللي انت تتكلمها بانك تلقى محتوى معين. فحدود الابداع فعلا غير موجوده، اللي فعلا موجود انك انت تقعد مع نفسك وتفكر تقول انا كيف القيم حقتي اقدر اوصلها للعملاء، ايش القصص اللي انا ابغى ارويها، وكيف اقدر استخدم هذه الادوات كلها بانها تعطيني افضل محتوى الناس يستمتعون فيه، وبنفس الوقت انت قاعد تستمتع فيه لانك قاعد تستكشف معلومات جديده وطرق جديده واساليب جديده انت ممكن تصنع فيها محتوى للمتابعين حقين. يا رب كانت حلقه بسيطه قصيره مليئه في المعلومات انا عارف. فاذا عندكم اسئله حطوها في الكابشنز، حطوها في الكومنتس، واذا لا تنسون تسوون سبسكرايب للقناه وترسلونها لاي احد يحتاجها، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه.